3 حاجات هتساعدك وتخليكي تقدري تتحركي ناحية أهدافك اللي دايما بتأجليها أو حتى مهامك اليومية اللي انت بتمطلي فيها. أول حاجة خالص إن انت تعرفي ايه السبب ورا ده. هل السبب اللي بيعطلك هي فكرة معينة بتدور في دماغك ولا شعور بيسيطر عليكي معظم الوقت؟ ايه بالظبط اللي بيعطلك؟ دي بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة التانية ان انت توصلي للحل المناسب للسبب ده. يعني لو اللي بيعطلك فكرة او اللي بيعطلك شعور، فايه الحل المناسب ليكي في النقطتين دول؟ تالت حاجة ان انت تعرفي تطبقي الحل ده بخطوات عملية، خطوات تقدري تتحركي بيها. هعمل ايه 1 2 3 4 عشان اقدر فعلا اتحرك ناحية هدفي وما وقفش كل شوية. وده اللي بقدمهولك باختصار في برنامج رحلة انجاز. بعلمك كل اسباب التسويف ازاي ممكن تعطلك، وازاي تقدري توصلي للحل المناسب ليكي في كل سبب من اسباب التسويف. وتالت حاجة ازاي تاخدي خطوات عملية، ازاي تاخدي الحل ده وتطبقيه بخطوات عملية ناحية هدفك، بحيث ان انت تكوني بتاخدي خطوات مستمرة وبتستمري في الهدف بتاعك.